تعالي النهاردة من نص كيلو من البانيه تعملي وصفة تنفع لسندوتشات المدارس، تنفع للدايت، تنفع للعزومات. لما تجربوها بجد هتعتمدوها. لايك وشير وصلوا على رسول الله. أول حاجة عندي هنا نص ربطة من البقدونس، 2 قرن فلفل أحمر، عندي بصلاية وسط لكل نص كيلو من البانيه، بصلاية وسط. ببدأ كده أنزل بالبصلة في الكبة وعليها الفلفل، بنزل كمان عليها بالبقدونس، ودول هبدأ نعمهم كويس قوي مع بعضيهم. بعد كده باخدهم وانزل بيهم على مصفى، بنزل عليهم برشة من الملح عشان يبدأوا ينزلوا المية اللي فيهم، وبعد كده ببدأ أضغط عليهم، بتبدأ على طول البصل يصفي المية اللي موجودة فيه. هركنهم على جنب. وعندي هنا نص كيلو من صدور الفراخ أو نص كيلو من البانيه، ببدأ أنزل بيه في الكبة، هبدأ أفرمه كويس قوي لحد لما ينعم معايا تماما. بعد كده ببدأ أنزل عليه بالبصل والفلفل والبقدونس. شايفين قد ايه الوصفة سهلة وصحية وجميلة جدا. طبعا لو عاملة دايت استغني عن البقسماط. هنزل ب3 معالق كبار من البقسماط، هنزل عليهم بالتوابل، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة من الشطة ودي اختياري، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة من الجنزبيل، ونص من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة مليانة هرمي من الملح، ونزلت كمان بنص معلقة صغيرة تاني من الملح، يعني معلقة ونص من الملح. اديتهم ضربة مع بعضيهم لحد لما تسمغوا بالطريقة دي. وبعد كده ببدأ أجيب كيس من أكياس التلاجة، بفتحه وبنزل عليه بمعلقة زيت، أبدأ أدهن الكيس. وبعد كده بننزل بالفراخ ونبدأ نعملها كده رول، وبعد كده ببدأ ألفها كويس أو واضغطها عشان أتأكد إن مفيش أي فراغات فيها. وبعد كده بتاخدي عكس وتربطي الجناب كويس قوي بالطريقة دي لحد لما تكبسيها. بعد كده بحطها على طبق، بدخلها الفريزر لمدة ربع ساعة، وبعد كده بتكون اتشمعت معايا بطلعها. المية اللي نزلت من الفلفل والبصل نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الصلصة، معلقتين كبار من الزيت، عصير نص ليمونة صغيرة، رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. وببدأ أقلب دول مع بعض. وبعد كده بنجيب الفراخ بتاعتنا ونبدأ ننزل بيها في صينية. ببدأ أدهنها طبعا من الصلصة اللي احنا عملناها بمية البصل وعليها ليمون وزيت. ودلوقتي فرن البوتاجاز شغال على أعلى درجة حرارة سخنة جدا، بتدخليها على الرف الأوسط وتسيبي النار من تحت وسط لحد طبعا لما بتستوي معاكي. بعد كده بتدهنيها وتسيبيها كمان تاخد اللون من فوق، بشغل لها الشواية تاخد اللون واتأكد ان استوت تماما، بطلعها وبسيبها تبرد. وبعد كده ببدأ اقطعها زي ما انتوا شايفين الجمال. وده كله من نص كيلو من صدور الفراخ. عملت تحتيها سلطة مشاوي. شايفين الجمال. اتمنى بجد تجربوا الوصفة وتقولولي على رأيكم فيها. سهلة وسريعة وطعمها حلو قوي. فلايك وشير وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله. أشوفكم على خير في وصفة جديدة.